مش واخد حقه في المغرب، الا وهو موضوع مهرجان مراكش اللي كان معمول. يا جماعه ايه اللي حصل فيه؟ انا جايب لكم ردود افعال الفنانين الاجانب، ركز في الكلام ده، الاجانب والمصريين، ردود افعالهم الاثنين على جمال المملكه المغربيه. واتفرج واسمع بنفسك وبودنك وهم بيقولوا احنا شايفين ان المغرب تقدم على امريكا وفرنسا وايطاليا واستراليا، تقدم على البلاد كلها. المغرب بقى رقم واحد، مش بس متقدم في كره القدم، او مش بس العالم بيتكلم عنه في كره القدم، لا ده الفنانين الاجانب قبل العرب. الفنانين الاجانب بيشكروا الملك محمد السادس شكر كبير جدا 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 على انهم في المغرب حاسين ان هم كانوا في بلدهم التانية، كانوا حاسين بالامن والامان. اتفرج على فنانين مصر وفنانين العرب. العظمه اللي في المغرب دي بالله عليكم، بالله عليكم لازما نعمل لها الف لايك، لازما تلف العالم كله، لازما الناس كلها تعرف المغرب بيعمل ايه. الناس اللي بتقول ان المغرب عندهم مظاهرات او المغرب ما بقتش دولة متقدمة، المصريين اللي بعد افعال الاهلي والجيش الملكي او بعد افعال جمهور الجيش الملكي، انا عايزهم يسمعوا كويس جدا 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 العرب، فنانين العرب والاجانب بيقولوا ايه، وبيشكروا الملك محمد السادس ازاي، وبيشكروا مسؤولين المغرب ازاي، وحاسين ان هم في امن وامان، وحاسين ان هم في استقرار ومحدش بيضايقهم ولا حد بيستفزهم، وحاسين ان هم في بلدهم التانية. بالله عليكم نوصل الفيديو ده ل1000 لايك، خليه يلف العالم كله. الناس اللي متخوفة من تنظيم المغرب لكان افريقيا وخايفين من المغرب ان هو هينظم كان افريقيا، عاوز الفيديو ده يوصل لهم. ويا ريت نشترك في القناة، ويا ريت نصلي على النبي. طبعا يا جماعة عظمة بكل المقاييس بتقدمها او بيقدموها المغاربة لينا. نجوم العالم كلهم النهاردة بيعترفوا ان المغرب ما شافوش جمال اجمل منه، ان ما شافوش في حياتهم كلها جمال قد اللي شافوه في المملكة المغربية. وطبعا اتغنوا بشعب المغرب الكبير العظيم، الشعب الطيب الدؤوب، الشعب المحترم. نجوم العالم ذهبوا الى مراكش العظيمة، نجوم العالم اللي احنا بنتمنى بس نشوفهم بيفتخروا بالمغرب قد ايه، وبيقولوا على المغرب ان هو الكل في الكل، وبيقولوا على المغرب ان هو تقدم. وحتى الاجانب بذات نفسهم مش مصدقين اللي شافوه في المغرب، وبيشكروا المغرب، وقالوا بنفسهم ان المغرب بيقدم تحفة للعالم. ده حتى الناس بتعترف المغرب مش بس تقدم في كرة القدم، لا ده تقدم في كل حاجة قولا واحدا. المغرب اصبح في حتة تانية، وحتى الناس بيعترفوا ان هم ما شافوش مكان في العالم، شوف العالم ده كلاته، ما شافوش مكان في العالم اجمل من المغرب. الناس قالت لك احنا بنروح فرنسا، بنروح ايطاليا، بنروح امريكا، بنروح كندا، بنروح دبي، بنروح هنا، ما شفناش مكان اجمل من المغرب. يعني الاماكن المصنفة ان هي جميلة، الاماكن المصنفة، البلاد الغربية، البلاد اللي هي الكبيرة دي اللي مصنفة ان هي بيجي لها سياح وبيجي لها، النهاردة الناس دي بتعترف ان المغرب بقى احسن من دول، مش بعيدة. الناس بتعترف ان المغرب خلاص بقى الكل في الكل. حتى الناس دي بتستنى مهرجانات اللي بتقام في المغرب امثال مراكش، اللي يعني كل مهرجان بيتعمل في المغرب الناس دي بتقولك ان احنا بقينا نستناه، بقينا نفضل، يعني بقينا عايزين نشوف الحاجات دي بأي طريقة، وبقينا عايزين نذهب للحاجات دي بأي طريقة. وطبعا دي شهادة من نجوم عالمية، دي شهادة من ناس تقيلة، شهادة من ناس كبيرة، يعني لا مني ولا من المحايد ولا من أمير ولا من كرة كاش ولا من عمرو أديب ولا من أي حد. دي شهادة من ناس تقيلة، شهادة من ناس كبيرة، شهادة من ناس عملاقة، شهادة من ناس
ياما قدمت الكثير والكثير للتلفزيونات الأجنبية والعربية والمصرية. يعني الناس دي هيجي مثلا شخص كركور يقول لي اصل الناس دي قابضة عشان تتكلم، اصل الناس دي واخدة فلوس عشان تتكلم. اقول لك يا حبيبي فوق لنفسك، فوق لنفسك، شوف المغرب بقى فين، فوق لنفسك، شوف ان الناس دي اصلا بتفتخر بنفسها عشان قالت اتكلمت كويس عن المغرب. الناس دي مش مصدقة اصلا ان هم اتكلموا عن المغرب. ليهم الفخر وليهم الشرف. وطبعا كلكم شفتم مطربين العالم الموسم اللي فات لما كانوا بيغنوا في المغرب لبسوا قميص المنتخب المغربي، رفعوا العلم المغربي، زي محمد حمائي وتامر حسني ومطربين مصر الكبار ومطربين من كل انحاء العالم. بيبقى ليهم الشرف ان هم يرتدوا القميص المغربي ويرفعوا العلم المغربي. فالمغرب انسى، المغرب بقى حاجة تانية، المغرب بقى الكل في الكل، المغرب بقى بلد انت بتفرح. حتى يا جماعة انا زعت قبل كده لقاء صحفي مصري كان عامل لقاء مع مصريين بيقول لهم انتوا نفسكم تروحوا فين او نفسكم تذهبوا يعني ايه البلد اللي انتوا عاوزين تروحوها؟ الناس ردت وقالت المغرب. كانوا مصريين من اصول مصرية. واتحدى اي حد، شوف كده، روح كده مثلا اي بلد عربية او اي بلد اجنبية ما عدا بلد الكراكير ما تروحهاش، روح هات لي اي مذيع مصري يبقى واقف في شوارع ويسألوا اي مذيع بقى، مش شرط مصري بقى، ممكن اي يا عم، لو اردني، لو اي بلد، لو قطري، بلاش قطر برضو، لو من اي بلد، لو عراقي، لو اي، بص خليه يقف في الشارع ويسأل الناس يقول لهم اني بلد عاوزين تروحوها او اني بلد تتشرفوا ان انتوا تزوروها، هتبص تلاقوها او هتبص تلاقيهم بيقول لك المغرب. فالنهارده بسم الله ما شاء الله المغرب اصبح ايقونة، المغرب اصبح حاجة كبيرة. يعني الناس اللي بتتكلم بيقولوا ده المغرب يا عم واخد صيت عشان خاطر كرة القدم بس، يعني عشان خاطر كرة القدم المغربية كويسة او كرة المغرب او كرة القدم المغربية ماشية كويس، فعشان كده الناس بتتكلم كويس عن المغرب. لا يا حبيبي، ده المغرب في جميع المجالات متقدم، ده المغرب اي حاجة بيعملها بتنجح، ده المغرب اي ممثل او اي ممثلة من اي بلد يجي لهم بس مكالمة ان انتم عاوزينكم تنورونا في المغرب، او هم خاصة الممثلين او لعيبة الكرة، هم اللي بيتحايلوا او هم اللي بيتمنوا ان هم يروحوا المغرب او بيتمنوا ان هم يزوروا المغرب لنفسهم كده، منهم لنفسهم. فالنهاردة مغرب بسم الله ما شاء الله بقى رقم 1 سياحيا، يعني على ما اعتقد كده 80 مليون سائح سنويا بيزور المغرب، او كام، يعني ممكن مثلا اخواتي المغاربه هم اللي صححوا لي المعلومه دي، كام سائح سنويا بيزور المغرب. يعني بسم الله ما شاء الله لو جيت تقارن ما بين مصر والمغرب سياحيا هتلاقي ان مصر رغم ان في متحف كبير، في اهرامات، في اشياء عظيمه في مصر، انما انت عندك في المغرب بسم الله ما شاء الله ملاعب المغرب، عندك حاجات عظيمه، عندك الرباط، عندك مراكش، عندك المدن المغربيه، عندك اشياء جميله جدا 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 في المغرب، اشياء تجذب العين، اشياء تجذب الروح، اشياء تجذب النفس. انا على ما اعتقد كده المتحف المصري اتعمل عشان خاطر اصلا البساط اتسحب، البساط السياحي انسحب من مصر وراح للمغرب. فعشان كده البلاد العربية بتحاول ان هي على قد ما تقدر ان هي تكون حاجة كبيرة، ولو البلاد العربية عملوا ايه مش هيعرفوا يبقوا زي المغرب. فبالله عليكم يا